ناس كتير جدًا ما تعرفش إن عمولة بطاقات البريد تعتبر من أعلى العمولات للشراء الدولي في كل البطاقات المصرية، يعني هو بيحسب عليك 10% زائد 10 جنيه غير تسعيرة الدولار بتاع شركة فيزا اللي بتختلف حوالي 1 أو 2% عن سعر الشراء في البنوك. عشان كده يعني لو أنت بتتعامل على حاجة زي easy pay والlimit بتاعها حوالي 2000 جنيه شهريًا، فهتقلل من الlimit شوية لأن العمولة من ضمن الlimit. ونفس الموضوع في الكلاسيك ونفس الموضوع في الجولد. عشان كده كانت في ناس كتير جدًا محتارة في الموضوع ده، فعملت لكم حسبة بسيطة على الموقع إزاي تحسب المعاملة هتتكلفك قد إيه، وهيفضل لك قد إيه من الlimit، وتختار أنهي نوع فيزا. يالّا بينا على طول نروح نشوف إزاي هنستخدمها، وإزاي هتساعدك أنت في شغلك. أول ما بتدخل على الجوجل بتكتب هتدفع كام ببطاقة البريد، بتظهر لك نتايج، بتختار النتيجة اللي هي بتاعة موقع EasyFox Technology، بتضغط عليها على طول، تفتح الموقع، بتنزل تحت سنة بسيطة بتلاقي على طول قدامك الحاسبة. أنا هنا اخترت ايزي باي، هكتب مثلا المدفوع 1000 بالجنيه المصري، فحسب لي إجمالي بالضريبة 1110، والباقي من الليمت 890. وبعد كده ممكن أختار مثلا فيزا كلاسيك البريد، فاختار هنا مثلا المدفوع حوالي 1200 جنيه. بيقول لي دلوقتي الضريبة بتاعتك بالإجمالي 1330، يبقى الباقي من الليمت الشهري بتاعك 4270. وهكذا هجرب مثلا بطاقة اللي هي بتاعت فيزا الجولد، فاحط هنا مثلا نفس المبلغ 1200 عشان اثبت لكم موضوع الليمت، فبيقول لي والله الباقي من الليمت بتاع الجولد 6270. طبعا البيانات هتبقى متحدثة دايما على الموقع بالليمت بتاع كل بطاقة. اتمنى ان الموضوع ده يفيدكم. متنساش تشترك في قناتنا ايجي فوكس تكنولوجي على اليوتيوب.